ماشي اي حلوى، هذه الكنافه بالكريمه طريه من الداخل ومقرمشه من الفوق. السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم طريقه سهله وناجحه من اول مره، وغادي نوريكم واحد السر في اخر ديال الفيديو اللي غادي يخليها ما تعجنش معكم. وشوفوا كما كتجي تبارك الله اقتصاديه ومقرمشه ولذيذه. وبسم الله على بركه الله، يلا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي في هاد لوبول 500 غرام ديال الكنافه كما كتشوفوا على هاد الشكل. حليتها تحلت، غادي نضيف ليها نص كاس ديال الزبده مذابه. انا كما درت ليها نص كاس ديال الزبده مذابه، غادي نخدمها مزيان باش غادي ندخل فيها ديك الزبده باش غادي تشرب لينا ديك الزبده. انا كما كتشوفوا بعد ما خلطت الكنافه ديالي خدمتها مزيان مع الزبده تتشربت ليا الزبده. انا كما كتشوفوا جبت المول ديالي دهنته بالزبده وغادي ندير فيه الكنافه ديالي، غادي ندير غير نصها، نقسمها على جوج بارتيات. انا كنقدها في المول ديالي باش كتشد ليا الفرم ديال المول، كنطلعها شويه من الجناب، نطلعها من الجناب وغادي نجيب شي كاس وغادي نورك عليها باش تشد الفورمه ديال المول. انا بعد ما الكنافه ديالي شدت ليا الفورمه ديال المول، دابا غادي نخليها جنب وغادي ندوز نصايب الكريمه ديالي. دابا دزنا الكريمه ديالنا، غادي نوجد الكريمه ديالي. انا عندي هنا نسيطره ديال الحليب، بسم الله. غندير 3 المعالق كبار ديال سنيده على حسب الذوق، لو بغيتو تنقصوا سنيده نقصوها، لو بغيتو تزيدوا زيدوا. غندير 2 معالق ديال النشا. كنستمر في التحرك تيذوب ليا المايزينا ديالي واش ما دار لياش حتى كتولات. ديك الساعه غادي نشعل العافيه ديالي على نار مهيله، على نار مهيله، وغادي نستمر في التحرك باش ما تلصق لياش ديك المايزينا ديالي. ودابا غادي نضيف معلقه ديال الماء الزهر وغادي نستمر في التحرك حتى تعقد ليا الكريمه ديالي. الكريمه ديالي بعد ما وجدت ليا هي قصاحت ليا ولا عاقده. دابا بعد ما وجدت ليا الكريمه ديالي غادي ندير علبه ديال البيرلي وجوج فرماجات. اللي ما بغاش الفرماج يدير 2 علبات ديال البيرلي كافيين. وغادي نحرك هادشي مزيان باش تجانسوا ليا المكونات. هاد الوصفه كتحتاج مكونات بسيطه ومتوفره وكنحضروها بلا تعقيد، ساهله، مكونات بساط. وهاد الكنافه هي اللي غادي تعطينا القرمشه من الفوق والكريمه في الوسط باش تجي طريه وبنينه. دابا الكريمه ديالي ما بردت ليا واحد شويه، خليتها شويه بعد ما بردت شويه باش متبقاش سخونه بزاف. غادي نكبها على المول ديالي اللي قديته قبيله بالكنافه. المول غادي نكب عليه الكنافه كتشد الفورمه ديال المول، ودابا غادي نصب فيها الكريمه ديالي. غنكب الكريمه ديالي وغادي نسرحها باش غادي تشد ليا الفورمه ديال المول. نقادوها. انا بعد ما قديت الكريمه ديالي فوق الكنافه، دابا غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الكنافه ديالي اللي بقات ليا. غادي نغطي بها الكريمه
انا بعد ما قضيت الطبقه ديالي الثانيه ديال الكنافه، انا قديتها فوق الكريمه، ودابا غادي نرشها بشويه ديال الزبده من الفوق. رشت ليها شويه ديال الزبده رشيت ليها شويه ديال الزبده من الفوق باش تجي محمره، باش من ندخلها الفران تجي محمره. ودابا خوتي غادي نديها الفران، غادي نديرها في فرن غازي طيب على عافيه مهيله، غادي نمهل ليها الفران ونخليها طيب. بالنسبه للسيرو ديالنا، انا هنايا درت نص كاس ديال السنيده، غادي ندير كاس ديال الماء عادي من الصنبور، غندير شويه ديال المزهر، وغادي درت قياس معلقه كبيره ديال الماء الزهر. ودابا غادي نشعل ليه البوطه على عافيه مهيله ونخليه يذوب ليا السكر. درت العافيه مهيله، ودابا غادي نحرك السكر ديالي باش يذوب ليا جالسيه مع الماء الزهر، وغادي نخلي السيرو ديالي تيوجد ليا. بعد ما طابت لي الكنافه ديالي خرجتها من الفران، ودابا غادي ندير ليها السيرو ديالي من بعد ما برد. وهذا هو السر اللي كنت قلت لكم في اول فيديو بخصوص الكنافه ديالي. باش تنجح معكم الكنافه ديالكم خاص الكنافه ديالي تكون سخونه والسيرو يكون بارد. هذا هو السر اللي يخليها تبقى طريه وما تعجنش لكم. بسم الله. هاي ما شاء الله جات محمره. المهم غادي نخليوها على ما بردت، وغادي نرجعوا معكم باش نقطعوها. خوتي حنا رجعنا معكم من بعد ما بردت لينا الكنافه ديالنا. حنا زوقناها. التزويق اختياري، كل واحد واللي عنده موجود في الدار. خوتي، الى عجبتكم هاد الكنافه بالكريمه وبغيتوا وصفات سهله وناجحه بحالها، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي رايكم في التعليقات، ودعمكم كيعطيني القوه نكمل ونتقدم للاحسن ان شاء الله.